صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. بقول لك ايه، عايز تتشقى وسط اصحابك في الشطرنج؟ عايز تجرب حاجه مجنونه على البورد؟ قلبك جامد؟ تعال نشوف مع بعض الهالوين جامبت. كلمه جامبت معناها ان بتجيف اب ماتيريال في الاوبننج في سبيل حاجتين: انك تاخد ليد في الديفلوبمنت بتاعت البيسز، او انك تاخد سبيس او تخلق سبيس واكتيفيتي اكتر للبيسز بتاعتك. الهالوين جامبت ليه اتسمى جامبت؟ لانه بيسبب رعب للخصم زي ما هنشوف. الجامبت بيبتدي بالاي 4 اي 5، نطلع بالنايت اف 3، يرد علينا الاسود نايت سي 6. هنا نفتكر ان احنا هنلعب الهالوين جامبت ولازم نطلع بالنايت في السي 3. الاسود عنده كذا اوبشن، بس خلينا ندخل في المين لاين وبعد كده هوريك السايد لاينز اللي ممكن الاسود يلعبها. الاسود لو عمل ديفلوبمنت للبلاك نايت بتاعه الاف 6، ساعتها هندخل في الهالوين جامبت ببوم نايت تيكس اي 5. ايه ده؟ الاسود يبص كده، الضاد ده بيلعب ايه؟ انا هنقض على طول على النايت، ولكن خلي بالك، هنا يبدأ الرعب. بدفع بيدق الدي 4 هات النايت. الحقيقة النايت هنا ما عندوش اماكن او سكويرز حلوة يروح فيها غير 3 اوبشنز: اما انه يرجع في السي 6، او انه يروح في الجي 6 ودي افضل حاجة، او انه يكمل فورورد ويروح في الجي 4. طيب لو جه في الجي 4، انت بتزق على النايت التاني بكل سهولة. النايت لو مشي طبعا بتاخد البيس بتاعتك، ولكن الاسود يعني ممكن يجيف اب النايت اللي هو خده في الاول، ولكن بطريقة تانية: انه يطلع بالبيشب عايز النايت ويخليك تاخد النايت عادي بكل سهولة. انت طبعا بتاخد النايت وبرضه عامل بريشر على النايت، يرجع يكابشر في الاف 6 والجيم يمشي عادي جدا. بتلعب الاي 3 وطبعا جيمك ممتاز، ولكن انت عملت عنصر مفاجئ للخصم بتاعك وتلعب جيم هو مش محضر له اساسا. وجدير بالذكر ان الهالوين جامبت بيتلعب اكتر في اللجام البليدز واللجام البوليت، لان اللي قصادك هو مش فاهم انت ازاي عملت كده اساسا. طيب خلينا نشوف الاوبشن التاني. لو النايت رجع مكانه في السي 6، نايت سي 6 بنبدأ نطارد النايتس بالبونز بتاعتنا. شوف، باورفul بونز واقفين زي الأسودة. دي 5 هات النايت، يرجع النايت مكانه الطبيعي، نزق الدي الاي 5، هات النايت كمان ما يقدرش يروح اي مربع، المربع ده مضروب والمربع الاي 4 مضروب، وكمان الاتش 5. النايت يختار انه يرجع مكانه، وطبعا مش محتاج اقول لك منظر البلاك بيسز عامله ازاي. كل القطع في الستارتنج بوزيشن بتاعها، مفيش اي ديفلوبمنت، مفيش تبييت، مفيش اي حاجه. بل بالعكس، رغم انك ناقص بيس، ناقص فول نايت، بس الانجن مدي كمان افضليه للابيض. تخيل ليه؟ لان الاكتيفيتي عاليه، لان في ليد في الديفلوبمنت زي ما هتشوف. طيب الاسود لو جاب فكره قال لك لا انت مش هتقدر تاكل النايت، لان هطلع بالكوين بتاعي مثبت البون، عامل بين للبون وما يقدرش البون ياكل النايت. ساعتها بنطلع بالكوين في الاي 2، كده نقدر ناكل النايت بكل سهوله. وافتكر ان النايت ما يقدرش يجي في الجي 4 ولا يقدر يجي في الاتش 5، فيضطر ان هو يرجع مكانه. ساعتها نعمل كي موف لازم تتلعب. ولما اقول كلمة كي موف يعني نقلة لازم تتلعب، يعني كأنها نقلة ثيوريتيكال. تمام. حط بالنايت في البي 5، ضاغطين على السي 7 بون، عايزين فورك. ساعتها الاسود ممكن يجرب ان هو يحمي الفورك دي بدفع بيدق الدي 6. النايت ينقض على البون anyway، يقول له انت مش هتقدر تعمل حاجة، لان بكل بساطة لو الكوين خد النايت، انا برضو بعمل لك حاجة اسمها discovered check وباخد الكوين بتاعك زيزو باي باي. طيب شفنا لما زقينا الدي 5 النايت رجع في الستارتنج بوزيشن بتاعه، ما كانتش افضل حاجة. ولكن الاسود هيجرب ان هو يكون مور اجريسيف ويخش في الاي 5 بالنايت بتاعه. هنعمل بون ستورم،
بدفع بيدا الاف 4 هات النايت. النايت ما عندوش اي اماكن غير انه يروح في الجي 6. هكمل ازق البون الاي 5، عايز النايت التاني. النايت ما عندوش برضو اي اماكن غير انه يرجع مكانه. وهنا في كي موف لازم تفتكرها، وزي ما قلت لك ان الكي موف هي نقله ثيوريتيكال لازم تلعبها، لازم تلعبها، وهي تلوك البوزيشن. يعني ايه تلوك البوزيشن؟ يعني تقفل البوزيشن بالكامل. بون تيكس، بون تيكس. هل اسأل نفسك بقى سؤال، هل الاسود عنده اي فرصة ان هو يبيت؟ لا. البيشوب ده فيري باد بيشوب، ما يقدرش يتحرك، الاكتيفيتي بتاعته سيئة جدا. وفي نفس الكلام الاسود ممكن يتراي ان هو يجي بالكوين في البي 6 او الاف 6 ضاغط على البون ده، ولكن احنا عندنا حل جميل جدا. الاسود قرر انه يطلع في البي 6، وهنا الابيض لازم يلعب نقلة معينة، وهي انه ينط برضو بالنايت. عايز التهديد اللي اتكلمنا عليه، الفورك. عشان يحمي الفورك دي تخيل الكينج لازم يروح في الدي 8. خلاص كده الكينج ادرك ان هو مش هيبيت. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن بكل بساطة نزق على النايت. انت عامل فول كنترول على البورد غير طبيعي. النايت هيضطر ان هو يروح المربع الامن الوحيد اللي هو الاي 5. تطلع تعمل ديفلوب بالبيشوب التاني وتدخل بقيه القطع في البورد وتزود الاكتيفيتي بتاعتها. اف 6 حمينا النايت، وهنا محضرين لهجوم جميل جدا او تركايه زي ما هنشوف. هنطلع برضو محضرين ان احنا نبيت لونج سايد كاسلينج، وفي نفس الوقت في فكره كده هوريها لك. طيب الاسود يبص كده ويقول لك النايت ده مسبب لي مشاكل جدا، فانا هزق عليه الاي 6 في سبيل ان هو يمشي. ولكن بص النقله دي، هات كوين، اين يذهب الزيزو؟ طيب انا ما عنديش غير اني اروح في السي 6 على طول، اروح تشيك A5 تشيك. الكينج ملوش مربعات غير انه يجي مكانه، وساعتها ياخد الفورك الجميله ده، وكسبنا الروك. طيب تعال نشوف الكوين لو راح من الطريق التاني زي ما قلت لك في الاف 6. كوين اف 6 ساعتها هندي التشيك الجميله دي من الاي 2، كوين اي 2. هيضطر الكينج ان هو يتحرك والا يجيب باك البيس بتاعتنا. طيب الكينج اتحرك في الدي 8. نعمل ايه تاني؟ ننط بالنايت في الاي 5. عايزين الكوين. الكوين يرجع او يروح في الاي 6 جي 4. فكرة الجي 4 بسيطة، ان انا عايز اعمل فورك، وفي نفس الوقت بجين سبيس اكتر، باخد تمبوهات على الكوين. زي ما احنا شايفين الكوين دلوقتي لازم يتحرك، فما قداموش غير الدي 5 او انه يرجع مكانه. طيب الدي 5 هنعمل ايه لو الكوين جه في الدي 5؟ ببساطة انا ممكن ازق عليه السي 4. طبعا لو اتجنن واداك التشيك دي، بتحط البيشوب في وش زيزو، الكوين هيرجع ضاغط على البي 2 بون. ساعتها انت ممكن كاسل بكل بساطة، وحمينا كل حاجة وجيمك حديد. تقول لي طب ما البون ده وقع. ما يقدرش يمد ايده على البون. بيشوب تيكس بون، ساعتها بقى نايت تيكس بيشوب بكل بساطة. هل الكوين يقدر ياكل النايت؟ ما اعتقدش، لان لو الكوين كل النايت عندي ديسكفرد تشيك واكسب الكوين. طيب نرجع للستارتنج بوزيشن بتاع الهالوين جامبت. عرفنا ان بعد النايت ما ينط ياخد الاي 5، نايت تيكس، هندفع بيدا الدي 4. طيب افترض ان النايت راح على طول في الجي 6. كان الاول بيرجع وبعد كده بنشوف لما نزق عليه ممكن يرجع تاني في الاي 5 او يروح على الستارتنج بوزيشن. طيب هنا النايت لازم نحركه من الاف 6 بدفع بيدق الاي 5.
النايت ما عندوش اي مربعات غير انه يرجع في الستارتنج بوزيشن، وساعتها كي موف او لازم تفتكر النقله دي. لا يعني انت فهمت بقى، كي موف يعني لازم تلعب النقله دي. بيشوب سي 4. فكره ايه؟ بفكره ان انا ضاغط على الاف 7 بون، لانه ده طبعا زي ما احنا عارفين ان هو اضعف بون. طيب الاسود عايز يعمل بريك ثرو ويعمل ديفلوبمنت للبيشوب، في سبيل ان انا ما اقدرش احقق التكتيك بتاعي او الثريت بتاعي. اروح بالكوين اف 3 anyway، محضر لسيمبل موف اللي هي التشيك ميت. الاسود بيقول لي مفيش تشيك ميت ولا حاجه، اقول له شكرا، هات البون. ايه ده، انت كمان سبت بيشوب؟ هات البيشوب، خد لك تشيك، يغطي يخسر الروك، فيضطر ان هو يتحرك بالكينج، وساعتها اخد البيشوب بتاعي بكل سهولة. شفنا الهالوين جامبت وعرفنا هو قد ايه سلاح خطير في البليدز والبوليت بالاخص. ممكن تفاجئ بيه الخصم، ولو مش عارف النقلات الصح بتاعته ممكن يخسر بكل سهولة. بيعتمد على الاكتيفيتي والسبيس اكتر والليد في الديفلوبمنت اللي انت بتعملها في الاوبننج. طيب خلينا نشوف الاسود ممكن يلعب ايه بخلاف الهالوين جامبت وما يطلعش بالنايت في الاف 6. اي 4 اي 5، يرد الاسود زي ما احنا شفنا نايت اف 3، نايت سي 6، نطلع بالنايت التاني. محضرين للهالوين جامبت، ما طلعش بقى بالنايت، هو قال لك انا هطلع بالبيشب الاول. مش نقلة كويسة، ولكن النايت ممكن يجرب البون ده بكل سهولة وبكل ثقة، لأن النايت لو كابشر باك هياخد الفورك اللذيذة دي، يضطر إن هو يرجع القطعة ونسنترلايز الكوين بتاعنا، والجيم جميل جدا. جدير بالذكر إن النايت ده لو مشي بنقض على البون بتاع الجي 7، مهدد إن أنا آخد الروك. طيب عنده فكرة، وهو إنه ياخد الاف 2 بون. طب هو كده كويس؟ انا ممكن بكل بساطة كينج تيكس اف 2، اللي هياخد النايت يزق على النايت. لاحظ معايا 2 بونز في السنتر، ديفلوبمنت للبيس بتاعتك. البيشوب ممكن يديفلوب، ساعتها انت ممكن تبيت مانوال عادي بكل بساطة، تجيب الروك وتنزل الكوين في الجي 1. فالوضع كويس جدا بالنسبة للابيض، ومش عايزك تقلق من كشات زي ال H4، لان لو راح ال H4 بكل بساطة انت عندك ان انت تزق البون جي 3، يضطر انه يرجع تاني بتشيك، تروح على طول بيشوب اف 4. ما تقلقش من زقة البون، لان انت ساعتها بتاخد النايت بتاعه وما يقدرش ياكل البيشوب لان الكوين بتاعه متهدد. زي ما شفنا الهالوين جامبت سلاح خطير ممكن تستخدمه في البليدز والبوليت. هيعمل لك جيم وشو حلو قوي وسط اصحابك لو انت بتلعب في الشطرنج اون ذا بورد او حتى على النت. طيب ما تنساش حاجة مهمة جدا: شير، لايك، سبسكرايب، ايه تاني بيقولوا ايه تاني، تفعيل زر الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.